انت بتحب ربنا، تحب تسمع قرآن، تتأثر بالمواعظ. طب ليه ساكت؟ ليه لما تشوف صاحبك بيغلط او بيسمع اغاني او بيبعد عن الصلاة بتسكت؟ ليه بتعدي الغلط كأنك مش شايف؟ ليه مش بتقول كلمة لله؟ مش عارف. بحس اني لو اتكلمت هيقولوا عليا متدين متشدد، وهيتريقوا عليا، هيقولوا انت هتعمل لنا فيها شيخ. طب اسمع دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لو شفت حاجة غلط حاول تمنعها بإيدك، ولو مش قادر على الأقل بكلمة، ولو حتى دي مش نافعة ما تسكتش جواك، وادعي. ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يهديهم. فعلا كنت ساكت، ساكت بقلب موجوع، بس صوتي كان نايم. صوتك لو خرج بنية صافية ممكن يصحي قلب، يهدي نفس، ويكون سبب في هداية حد. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني مفيش أحسن من اللي بينادي الناس يقربوا من ربنا، بيحاول يعيش صح، وبيقول بكل فخر: أنا مسلم. مش هسكت تاني. مش مهم الناس تقول إيه، المهم ربنا يرضى. وهشارك، هشارك لو بآية، حديث، أي عمل أقدر أعمله عشان ربنا يرضى عليا. هبتسم في وش اللي تايه يمكن يرجع. ومش مهم الناس تقول ايه، المهم ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي. لو كنت ساكت محروق، خاف من ربك مش الناس. كلمة منك ممكن تنقذ نفس، وتكون في ميزانك نور يوم القيامة.